السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة حلوة جدا وسهلة وسريعة واقتصادية وتنفع غدا وتنفع عشاء كمان. أنا هنا معايا البطاطس والفلفل وبصل وقرن واحد بس شطة، ومعايا البهارات فلفل أسود وبابريكا وتوم بودر وبصل بودر وبهارات شاورما. تمام. أنا هبدأ أقشر البطاطس. يا ريت تقشرها من المبشرة هتبقى سريعة معاكي وما بتاخدش قوي في البطاطس، بتاخد طبقة خفيفة كده. وهي البطاطس بتاعتي الايام دي حلوه خالص. طب القشره بتاعتها رقيقه. تمام ماشي. ببدا اقشر البطاطس كلها، وبعد كده ببدا اقطعها صوابع وببدا برضو اقطع الفلفل والبصل. يعني تقطعي الكميه اللي انت عايزاها، يعني عايزه تزودي كميه اكتر من كده مفيش مشكله، عايزه تقللي براحتك. يعني هي مكوناتها عباره عن فلفل وبصل وبطاطس وشطه، لو عايزه يبقى قرن واحد بس، والبهارات اللي انا قلت عليها. هبدا اقطع البطاطس هنا صوابع. انا بقطعها على ايدي بحس ان هي اسرع، وبطلع يعني الصوابع بحس ان هي مقاس واحد يعني كلها. تمام. ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد، ولايك وشير ان شاء الله. باذن الله الفيديو يعجبكم. انا ببدا بقى اقطع الفلفل. قلت لك برضو الكميه اللي انت عايزاها براحتك، عايزه تزودي عن كميه عادي مفيش مشكله. زودي الشطه، عايزه تشيلي الشطه مفيش مشاكل. تمام. بجد اكله حلوه جدا جدا وسهله وبسيطه، وقلنا تنفع غدا وتنفع عشاء. انا كنت بعملها الصراحه عشاء، بس كانت حلوه جدا جدا بجد. احسن من شاورمه الفراخ واحسن من شاورمه اللحمه، بجد طعمها هايل. وببدا اقطع الخضار كله كده. قطعت الفلفل واقطع عليه فلفل شطه، لو انت عايزه تستغنى عن الفلفل الشطه مفيش مشكله. وعايزه تقطعي تزودي الشطه عن كده عادي مفيش مشاكل براحتك، يعني على حسب حبك للشطه يعني. نبدا بعد كده برضو تقطعي البصل، عايزه تزودي بقى بصلتين تاني يعني حابه البصل زياده حطي 2 عادي مفيش مشكله. اهم حاجه تكون معاكي البهارات هي فلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا. يعني ممكن البابريكا عادي مفيش مشكله لو تستغني عنها. اهم حاجه بهارات شاورما. بهارات شاورما اما بتجيبيها من عند العطار، يا اما بتتباع كيس جاهز كده بتاخدي منه معلقه كبيره. انا ببدا اقلي البطاطس، وبعد كده بعد ما بقليها بركنها على جنب قلي كامل. ببدا معايا هنا معلقه زبده ومعلقتين زيت، او معلقه سمنه ومعلقتين زيت، وابدا انزل بالبصل والفلفل ياخدوا تشويحه كده مع بعض الاول. برضو بنزل عليهم بالبهارات، وبيبداوا يتشوحوا كده برضو مع بعض. اول ما بتبدا الريحه تطلع كده بتبقى تمام كده معايا. تنزلي بقى بالبهارات. بجد هي كلها على بعضها كده مش هتاخد معاكي 10 دقايق الاكله. لو هتعمليها غدا ممكن تعملي معاها حاجات تانية، اصناف تانية جنبيها، يعني اللي براحتك. بس بجد هايله هي خالص حلوه جدا. وببدا احط بعد كده البهارات، بتبدا بقى الريحه تطلع بقى وتتشوح حلو كويس. ببدا بعد كده انزل بالبطاطس، يعني كده اتشوحت معايا شويه ودبل الخضار شويه. ببدا بعد كده انزل بالبطاطس. هي دقيقتين بس كده بقلبهم على البوتاجاز مع الخضار، البصل والفلفل والبهارات. بجد بتبقى كده خلاص، يعتبر خلصت خلاص كده. تمام. وده بقى كده بقى تقدميها في طبق. لو هتعملي غدا تعمليها سندوتشات. بجد تحفة وسهلة وسريعة، وطعمها بجد هايل هايل حلو جدا. انا كده خلاص كانت خلصت معايا جاهزة. هبدأ بعد كده احشيها سندوتشات. انا قلت لك انا كنت عاملاها عشاء خفيف، بجد كانت حلوة خالص. يعني بجد هما خلاص بطلوا يطلبوا البطاطس المقلية العادية. خلاص انت هتعتمدي الطريقة دي، بجد بتبقى احسن من البطاطس المقلية بس كده. طعمها حلو خالص. وقلت لك تنفع كمان غدا لو هتقدمي مع حاجة تانية، او وحديها عادي مفيش مشاكل. ممكن تحطي عليها كاتشب، ممكن تحطي عليها اي صوصات عندك، هي مش محتاجة الصراحة يعني. بس لو انت عايزة تضيفي حاجات تانية تضيفي عادي مفيش مشاكل. ويا رب تكون الحلقة عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.